السلام عليكم اختي الغاليه، كيف دايره؟ نتمنى تكونوا بخير ان شاء الله، بصحه جيده انت والعائله ديالك والاحباب ديالك. اليوم غادي نهضروا على ليله القدر، ليله الرحمه والمغفره، الليله اللي كتستحق منا الاهتمام كبير. الهدف ديالنا هو نوريوك كيفاش تقدري تستقبلي هاد الليله بحال الا ما كانش اي ليله بحالها، وتستغليها باش تزيدي تقربي من الله وتحصلي على الطمأنينة. نقولوا معنى ليلة القدر بالنسبة للمرأة. ليلة القدر هي واحد الفرصة ذهبية باش نغفر ذنوبنا ونتصالحوا مع الله. كتبغي المرأة في هذه الليلة تحس بالسكينة والطمأنينة وتكون قريبة من ربي بقلب صافي. القرآن الكريم كيأكد أنها خير من 1000 شهر، وكل دعاء ديالها فيها عنده قيمة كبيرة. كيفاش نستعدوا روحيا ونفسيا؟ روحيا التوبة الصادقة، نقدروا نرجعوا لله ونسامحوا راسنا على أي خطأ، نسامحوا الآخرين، ونديروا الدعاء والذكر. نلقاو الوقت باش نقولوا الدعاء اللي من القلب ديالنا، بحال اللهم اجعلني من المقبولين. نراجع نفسنا، نرتبوا أفكارنا ومشاعرنا، نحاولوا نخفوا من التوتر ونصالحوا اللي ممكن يكونوا غضبونا، ونديروا النية، نقولوا في بالنا أن كل عبادة كنقوم بها في الليلة هذه خالصة لله باش يكون لها أجر كبير عند الله سبحانه وتعالى. ونستعدوا العمل، الاستعداد العملي، نصليو الليل، نخصو وقت في الليل للتهجد، واخا غير 2 ركعات ولا 3، نقراو القرآن الكريم، الصور اللي سهلة علينا، وزيدوا الدعاء بعد كل ركعة. والأعمال الصالحة بحال الصدقة ولو بسيطة، ولا مساعدة الآخرين، ونهتموا بالأسرة ديالنا بحب وخشوع، وننظموا الوقت، نحاولوا نجمعوا بين العبادة والعناية بالبيت والأسرة بدون ضغط، ونختاروا أوقات هادئة للعبادة. نصائح الاستفادة القصوى: خليك مركزة وخاشعة في الصلاة الليل والدعاء، وحسي بالقلب كيف يقرب من رب العالمين. نكرروا الدعاء، الأدعية القصيرة طوال الليل، ونحسوها كلمات حب لله. نشاركوا الدعاء مع بناتنا واخواتاتنا، لكن بلا ما ننساو الخشوع الشخصي ديالنا. نستغلوا العشر الأواخر العبادة والنوايا الحسنة، وكل صغيرة من الأعمال ديالنا ولا كبيرة عندها أجر كبير. إذن هاد النقاط كاملة اللي قلتها لكم في البداية نلخصوها في هاد الخطوات: النية الصافية، صلاة الليل، قراءة القرآن، الدعاء، الأعمال الصالحة. شجعي راسك أختي، شجعي راسك أختي، هذه فرصة نادرة باش نقربوا أنا وياك من الله ونحسوا بالسلام الداخلي. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في ليلة القدر، وبارك لنا في هذا الشهر الكريم، واغفر لنا ولعائلاتنا ولأبنائنا وأحبابنا الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه.